السلام عليكم. آخر الأخبار بخصوص الفضيحة التحكيمية للحكم الإيراني. طبعا لحد الآن أكثر من 150 ألف شخص وقع على إيقاف الحكم الإيراني الذي كان حكم لمباراة المنتخب العراقي أمام المنتخب الأردني، اللي كان طرد غير مستحق للاعب أيمن حسين، اللي انطرد من خلالها وتغيرت نتيجة المباراة، وأيضا كان سبب رئيسي في خسارة المنتخب العراقي أمام المنتخب الأردني. طبعا وأيضا صحف عالمية ومواقع عالمية إسبانية وبريطانية ومن الشرق إلى الغرب تتكلم حول وتسخر من الحكم الإيراني الذي قاد مباراة المنتخب العراقي والمنتخب الأردني. طبعا أتمنى تكتبون لنا رأيكم بالتعليقات. وأيضا الاتحاد العراقي قدم عريضة وشكوى إلى الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي بخصوص هذه الفضيحة التحكيمية والتي أدت إلى خسارة المنتخب العراقي. لحد الآن ما نعرف أنه راح تنعاد مباراة المنتخب العراقي، اللي يقول لك أنه راح تنعاد بشكل رسمي 100%. لحد الآن لحد اليوم هسه الساعة 11 بالليل من يوم المباراة يوم الاثنين، لحد الآن ماكو أي خبر رسمي بإعادة المباراة. ولكن أتمنى من كل عراقي وكل شخص قاعد يتابع هذا المقطع بالبداية شارك هذا المقطع بكل مكان، لأن حاليا ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط في العراق ولا فقط في الوطن العربي، بل في العالم أجمع. الكل مشارك في هذه الحملة، ويقول أن المنتخب العراقي مظلوم، والمنتخب العراقي انظلم في هذه المباراة تحكيميا 100%. ماكو أي شخص يقول لك أنه المنتخب العراقي ما انظلم في هذه المباراة. فأريد من كل شخص عراقي أنه يشارك في هذه الحملة وهاشتاج إعادة مباراة المنتخب العراقي والأردني. تنعاد هذه المباراة مثل ما انعادت مباراة البحرين وأوزبكستان في 2006. انعادت المباراة، لا تقولون أنه ماكو مباراة ما تنعاد. قبل شوي نشرت فيديو وشفت هواي عالم تقول أنه المباراة ما راح تنعاد وما تنعاد المباراة المنتخب العراقي مع المنتخب الأردني. لا تنعاد. أتمنى من عندكم أن الكل يشارك في هذه الحملة ويسوي ضغط على الاتحاد الآسيوي، لأن العراق دائما مظلوم، العراق دائما ينظلم تحكيميا. فكافي نسكت. العراق اليوم قدم مباراة جميلة وقدر يسوي رومونتادا، ولكن مباراة اليوم أصلا تاريخية كانت، ولكن الحكم اللي سبب في فضيحة تحكيمية، الحكم اليوم في فضيحة تحكيمية الكل حكى بيها والكل يعرف بيها، انه الحكم اليوم سبب خسارة المنتخب العراقي وخروجه من كأس آسيا. فأتمنى انه من كل شخص يحاول، انه ما خسرانين شيء، الكل يحاول في نشر ودعم المنتخب العراقي. وايضا عندنا تصفيات مؤهله لكاس العالم، تصفيات موندياليه مهمه جدا. فاتمنى انه الكل يوقف ويا المنتخب العراقي ويحاول وننشر بخصوص اعاده مباراه المنتخب العراقي امام المنتخب الاردني. اتمنى من الكل يضغط وينشر ايش قد ما يقدر، لان ما تعرفون ايش قد ياثر مواقع التواصل الاجتماعي بهيك شيء واحنا مظلومين. يعني احنا مو نطالب بشيء احنا ما مظلومين. المنتخب العراقي مظلوم واكثر من مره، وهاي ذي المره واضحه 100%، وكلش هواي. فأتمنى من الكل اللي دا يتابعنا انه يخلينا لايك للمقطع ويشترك بالقناة ويفعل جرس الاشعارات ويشارك هذا المقطع ويدعم. وايضا اكو توقيع صحيفة او عريضة للاتحاد الاسيوي، اللي يريد على مود اشرح لكم شلون توقعون العريضة اسوي لكم فيديو جديد واشرح لكم شلون توقعون العريضة. لحد الان اكثر من 150 الف شخص يطالب بايقاف المدرب الايراني. يعني الصراحة واتمنى من كل شخص يوجه له كلمة بالتعليقات. هذا يعني الصراحة ما اعرف شو احكي عليه، يعني كل شيء احكي عليه قليل بحقه. فلهنا راح ينتهي الفيديو، اشوفكم فيديوهات جديدة، مع السلامة.